عاوز يوقعك بالغلط. جدع جدع. جو سي اعرف تماما. الراجل ما بيحبش البلاتوهات، وقال لك الراجل محترم وبتاع ودمه خفيف واللغه العربيه بتاعته حلوه. ان شاء الله بقى يستمر وبعد كده ان شاء الله يتكلم الاستوديو بالعربي. القادم ان شاء الله. ان شاء الله. القادم ان شاء الله. كما قلت لكم، هو في الحقيقة بالنسبة للغتنا الدارجة يصعب فهمها، وجمهورنا هو جمهور عربي. في الجزائر قد يفهمونني، لكن البقية سيكون الأمر معقدا. طب كلمني عادي يا اسلام، كلمني على الاول عادي. ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله. المره الجايه ان شاء الله. الاستوديو الاول تاخذ على الاجواء، تتعود ان شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله الاستوديو القادم حدا. الحين من اللي يطيحك في الخطأ؟ هو طبعا محمد. محمد طبعا. ده انا اللي استقبلتك في القناه وضيفتك يا اسلام. لا شكرا صح. طيب السؤال او الفكره واضحه بان بيتكوفيتش هو غير مناسب. انا يعني اتحدث بشكل او الافكار بصوت عالي بان بيتكوفيتش غير مناسب لمنتخب الجزائر لسبب كذا، لعده اسباب. اولا الظهور الباهت لمنتخب الجزائر في كاس افريقيا في هذا اللقاء، تشعر بان الفريق لا وجود لملامح فريق متكتل بشكل كبير يدافع بشراسه والى اخره. كيف تفسر هذا الامر كابتن محمد؟ خلينا نتفق ان هو سي في اسم كبير وله خبرات كبيره، وحتى له خبرات في كاس العالم مع منتخب سويسرا. هو انا قلت لك يا عبد العزيز في مدارس في المدربين، الهويه الفنيه بتاعته حسب المنافس اللي هيلعبه، فبناء عليه هو بيحط خطه اللعب، بيحط تشكيله اللعب او تشكيله الفريق حسب هيلاعب مين. اسلام قال ان الاخطاء اللي كانت موجوده في كاس الامم هي الان مستمره مع الفريق. ما تعرفش افضل 11 لاعب ليه هو المشاهد يقول لك ليه انت كل شويه تغير ليه؟ لان هو بيشوف هيلاعب مين، فلازم بناء عليه هيغير في التشكيل. بس في بعض الحالات انت كمدرب لازم تبقى عارف افضل 11 ليك، لان في وقت الازمات او محتاج المكسب لازم تحطهم. تبدا بال11 اللي انت في دماغك، مش في كل الاوقات تبص للمنافس. انا معاك ان انت تبص للمنافس النهارده لانه بطل عالم. الماتشين الجايين على الورق انا في وجهه نظري هو هيجاري منتخب النمسا، وهو خبراته وجودته اعلى من منتخب الاردن، فلازم بقى يبص لنفسه ويحط افضل 11 ليه. النهارده مشاكل الفرقه يا عبد العزيز واحده. مشاكل الفرقه فين؟ في العمق الدفاعي والعمق الهجومي. ليه العمق الهجومي مش موجود؟ لان المواصفات بتاع المهاجم اللي بيلعب بيه هي مش مواصفات مهاجم، هي مواصفات لعيب بينزل في نص الملعب او بيتحرك على الاطراف، فمش هيبقى لك عمق هجومي. العمق الدفاعي لما تلعب باثنين، بن طالب وهشام، الاثنين بيحبوا يروحوا لقدام، فمحدش ثابت قدام المدافعين، فالمساحات دي هتبقى فاضيه، هيبقى لك العمق الدفاعي بتاعك هيبقى مكشوف. والحالات اللي احنا بنحطها على الساده المشاهدين بتوضح من غير الكلام. واضح بان الوسط مكشوف بشكل كبير. ايوه حتى الخطوط، ما بين الخطوط يا عبد العزيز في مساحات. هو انا مش هرص اللعيبه بس او اخلي اللعيبه تقف وبعدين ما فيش اكشن. ماشي، ما هو الكوره بتتحرك واللعيبه بتتحرك وراك وبتتباصى التمريره، فين الاكشن اللي انت بتعمله؟ فين التفاهم؟ فين الكلام اللي ما بين المدافعين وما بين لعيبه وسط الملعب؟ حاسب وراك حد، خلاص انا هاخد ده، روح انت على ده. الكلام مش موجود، وده بيحصل في كره القدم، ان المدرب ما بيبقاش في يومه، اللعيبه ما بتبقاش في يومها. وبعدين زي ما قلت لك، ما انت بتلعب ميسي، هم برضه بيتفرجوا على ميسي. احنا الفرجه لميسي لينا احنا مش ليكوا، للعيبه الموجوده قدامه اكشن عليه. النهارده الخريطه، انا جايب الخريطه بتاعته اهو، 57 لمسه يا كابتن عبد العزيز. بص 57 لمسه، ده غير ال 57 لمسه كلها في عمق الملعب او على الاطراف قليل قوي. اللي في كل اللمسات مفيش حد قريب منه. يعني عمل 6 تسديدات جاب 3 اجوان. 6 تسديدات جاب 3 اجوان، يعني 50% من تسديداته اهداف، وكلها فين؟ في العمق، عمق الملعب.
تحركاته كلها في العمق ماشي 25 على الاطراف وهنا 25 على الاطراف هنا، انما في كل اللمسات اللي لمسها ال 57 هتلاقي فاضي حواليه. فالحاجات دي لازم تتعالج وبسرعه، لان زي ما قلت على الورق الفرقتين اللي معاك انت قادر ان انت تعمل نتائج ايجابيه. اتفضل يا هناك أمر مهم أيضا، المباراة الوحيدة التي لعبناها أمام فريق يشبه منتخب الأرجنتين قليلا هي مباراة اليوروغواي، لعبنا ب5 في الدفاع، ونرى هنا بأننا دافعنا جيدا وقدمنا مباراة جيدة آنذاك. اليوم نواجه فريقا كما قلت تقريبا بنفس أسلوب لاعب الأوروغواي ونلعب ب4 مدافعين. لذا بالنسبة للاعبين الأمر معقد، في بعض الأحيان 5 ومرات أخرى 4. أنت لا تفهم، وعندما تكون لاعبا يجب التحضير للمباريات ويجب أن تعرف كيف ستلعب. لا يمكن أن تترك ذلك ليوم المباراة كي يكتشف اللاعب هل سيلعب ب4 أو 5 مدافعين أو 3. هذا مهم جدا، التحضير للمباريات مهم جدا بهذه الطريقة. نحن ندرك تماما أنه منذ 6 أشهر سوف نواجه الأرجنتين، نعرف ذلك منذ فترة، والكل يعرف كيف سيلعب منتخب الأرجنتين. هذا يعني نعرف نقاط قوة وضعف هذا الخصم، والآن عندما نرى كيف يلعبون ونترك كل هذه المساحات وهذه الحرية للاعبين مثل هؤلاء، فأعتقد بأن تحضير المباراة كان خاطئا. صخب الجماهير الأرجنتينية بعد ثلاثية ميسي في ملعب كانزاس كانت العنوان الرئيس في هذه الأمسية. أقترب وإياكم مع جانب من أنصار المنتخب الأرجنتيني. guys how you feel إذا ماذا تشعرون بعد هذه النتيجة الرائعة للأبطال وهذه البداية الكبيرة؟ نشعر بأننا قدمنا عرضا فنيا رائعا، ربما لم نتوقع كل هذا منه. هو القائد، هو صنع كل شيء بالرغم من أن تذاكر المباراة باهظة الثمن، ولكنه جعل من تذكرة المباراة رخيصة جدا مقابل ما قدمه على أرضية الميدان. وماذا عنك؟ نعم هو رائع جدا، وكذلك الأجواء، استمتعنا بهذه الأجواء والغناء. إذا نحن بالنسبة لنا كرة القدم هو الشغف. ماذا عن التجربة اليوم؟ لا تتحدث الإنجليزية. اظهر لي العلم. هذا مارادونا، ليس فقط مارادونا، ولكن يجب أن تظهر لي كل هذه الأساطير والوجوه. هذا علم رفعه أنصار ميسي، أنصار الأرجنتين، مارادونا وميسي. وتخيلوا إن تمكن ميسي من الحفاظ على لقب كأس العالم والذهاب بعيدا، ربما سيكون ناثرا هذا السحر الكبير. Thank you so much guys. Thank you. إذا سحر ميسي حضر في ملعب كانساس وخرج بنقاط 3 وافتتاحية رائعة ورائدة ربما لم يكن يتوقعها أنصار الأرجنتين وكل من شاهد هذه الأمسية من ميسي. لكن واضح أن المود عالي لدى ميسي، وافتتاحية ولا أروع بعنوان هاتريك حطم به الكثير من الأرقام في مباراته 200 بقميص الأرجنتين. شكرا لإبراهيم.